السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل بيتزا سهله وبسيطه جدا، والمقادير فراخ متقطعه وطبعا بصل، ودي البهارات بتاعتها وهنتكلم عليها دلوقتي. طب مكونات البيتزا ايه نفسها؟ دقيق، كوبايه لبن. طب الدقيق قد ايه؟ كيلو واحد مع مج لبن. هيبقى عندنا طبعا فلفل، وهيبقى عندنا طماطم، وعندنا زيتون، وعندنا خميره وملح وسكر. طبعا كل مرحله لما نتنقل عندها هنقول هنعمل ايه. الوقت هنعمل ايه؟ هنعمل الفراخ الاول اللي هتبقى الحشوه بتاعتنا. طبعا هنحط زيت عشان تبقى جاهزه، وبعد كده نسيبها تشتغل، وبعد كده نعجن. وهنعمل هنا الصلصه الجنب برضو، صلصه البيتزا. يبقى هنشتغل على حاجتين، على الفراخ اللي الحشوه والصلصه. ماشي، مقادير بسيطه ان شاء الله، ويا رب تنال رضاكم واعجابكم. طبعا اللي لسه داخله على القناه يا ريت ما تنساش تحط اللايك والاشتراك عشان يجي لها كل جديد، وتفعل زر الجرس. هنعمل ايه؟ هنعمل زيت الاول هنا للفراخ. اللي عايز يعمل لحمه يعمل، اللي عايز يعمل سوسيس يعمل، اللي عايز يعمل على فكره ممكن يعمل كمان بلانشون، هيحمره بس ويحطه على البيتزا. اي حشوه انت عايزاها حطيها. انا هعمل فراخ. هنسيب الزيت يقدح شويه صغيرين. هننزل طبعا البصل، هيتلوح حاجات بسيطه يعني، مش يتحمر، هيتدبل بس. بعد كده ننزل عليه الفراخ. طبعا هنا على الجنب الاخر حاطين زيت للصلصه. الصلصه برضو عاديه، ان كان عندي صلصه. لو ما عندكش اضربي طماطم وحطي، لو عندك كاتشب حطي. طبعا هنحط عليها ايه؟ هنحط عليها ملح وتوم باودر وبصل باودر وشويه بابريكا بس، مش هحط اكتر من كده. عايز تحطي زعتر حطي، يعني البهارات دي بقى براحتك انت. هنسيبها بس شويه صغيرين كده على النار. طبعا احنا عملنا هنا الصلصه زي ما قلت كده، وطبعا ملحها بقى براحتك، سايباها طبعا عشان هي طالعه من الفريزر فهنسيبها شويه. طيب هنا هنا البصل اللي حطيناه للفراخ. طبعا هو الدب الهوت شويه، هننزل عليه بالفراخ. الفراخ دي طبعا مغسوله ومتقطعه مكعبات. ماشي، قد ايه؟ صدرين فرخه. انت بقى زي ما انت عايزه، الحشو ده بتاعك انت عايزه كتير، عايزه قليل، براحتك، دي حسب رغبتك. عايزه تعملي لحمه اعملي، عايز تعملي. طبعا حطينا الفراخ بتتشوح مع البصل لحد ما لونها كده ابيض دهيت. هنحط بقى البهارات. بهارات ايه بقى؟ البهارات في ملح طبعا، اي حاجه انت بتعمليها ملحيها حسب انت بتحب ايه. انا بحط مثلا على حسب ما انا عايزه. طب انت بقى انت حره بقى، حطي اللي انت عايزاه. هنا ملح، 7 بهارات، بابريكا، ده توم باودر، وهنا معلقه قرفه صغيره، ودي بهارات فراخ، ودي فلفل اسمر بس. بس عايز تحطي بهارات انت ثانيه حطي براحتك. طبعا هتشوحيها حبه حلوين كده، وبعد كده تسيبيها عشان بس احنا معلين النار عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. بعد كده هتسيبيها بقى تستوي مع نفسها شويه على ما نعجن البيتزا. وطبعا هنخش على مرحله العجينه اهيت، وبعد كده دي هنسيبها بقى براحتها على البوتاجاز، هدي عليها عشان تستوي. ماشي، الوقت الفراخ على البوتاجاز هنوطي عليها لحد ما نخلص بقى هي والصلصه شغاله اهيت، اللي هي صلصه البيتزا. تمام. طبعا احنا مهديين عليها على نار عاليه الاول اهي. طيب بعد كده هنعمل هنهدي عليها بقى ونسيبها لما تستوي. طيب المرحله اللي بعد كده هدينا على الفراخ وعلى الصلصه، هنخش على مرحله العجن. طيب العجن هنعمل طبعا احنا قلنا ديت الحاجات اللي هتتحط على البيتزا. طبعا في ناقص لسه الجبنه هنجيبها، بس عشان نوريكم بس حاجه العجن. طيب انا ما عنديش لبن حليب، انا عندي وكان موجود في الثلاجه، حطي زبادي. طب ما عنديش لا زبادي ولا لبن، اعجني بميه. عندك لبن بودر حطي. قد ايه الكيلو؟ كيلو دي طبعا ده اكتر من كيلو. معلقه خميره، معلقتين سكر، معلقه ملح، ده بس للعجين. مع كوبايه المج اللبن مع شويه زيت للعجن بس كده. ما عندكش اي البان، عندك لبن بودر حطي، ما عندكش ما تحطيش اي حاجه واعجني. وهيبقى فيه كمان مكون كمان، هنحط بس شويه بيكنج باودر، نص معلقه. ماشي، نص معلقه اللي بيخلي العجينه حلوه جدا ويفتحها وتبقى حلوه. طبعا هنحط هنا احنا حاطين شويه بيكنج باودر، معلقه صغيره، ملح، سكر، خميره. ممكن تذوبي الحاجات ديت في قلب اللبن، بس انا هحطها على الدقيق مباشره اهيت عادي خالص.
وهنزل بالمج اللبن والميه. الكيلو هياخد كوبايه، مثلا المج لبن ممكن كوبايه ميه تحطيها جنبك، تشوفي احتاج حطي، ما تكبيش السوائل كلها مره واحده والعجين منك يبقى العجينه تبقى سايبه. طب لو سابت زودي لها ريحه دقيق. طبعا هنحط برده ميه لان ده طبعا اكتر من كيلو دقيق، وهشوف عجينتي هتعوز ولا مش هتعوز. طبعا هي لسه هتعوز. ماشي، انا هنا هعجن بقى، بس بوريكم يعني ايه العجن. تمام، هنزل بقى هعجنها وبعد كده لا تبقى عجينه لا سايبه ولا ماسكه، تبقى عجينه كويسه. لما اخلصها هوريها لكم. بكده يا حبايبي انا خلصتها عجينه اهيت، وعلى وشها ريحه بس ايه زيت عشان الوش ايه مش. طبعا هنغطيها ونسيبها تلت ساعه على ما تخمر. دلوقتي طبعا بعد العجينه ما خمرت هنعمل ايه؟ هنجيب رشه دقيق. انا طبعا الرخامه عندي نضيفه انا مسحها. طب نعرف ازاي انها، بصي حطي ايدي كده انها خمرت اهي، وانا طبعا بتبقى قطعه صغيره في قلب الصحن طبعا بتعلى. ماشي، فهنعمل دلوقتي هنخبزها وهنعمل ايه بالزايه كده وتشوفوها معايا. طبعا بتجيب الدراجه بتاعتك بقى، وفي ناس بتحب تخبزها على زيت، براحتك انت، ده خاص بيك انت بقى، انت اللي انت عايزاه. طبعا ما تخليهاش تخينه، خلي سمكها يكون حلو. كل ما بتسيبيها بتريح بتبقى حلوه، ما بتتعبكش في الخبيث. طبعا لما تبطيها بتجيبي شوكه وتخرميها عشان ما تقبش معاك. طبعا كده احنا عملناها اهيت على قد الصينيه. بنخرمها ليه؟ عشان بس ما تقبش في الفرن معانا. اعمليها على قد الصينيه، حتى لو خبزتيها حطيها في الصينيه عادي وبالسكينه واعمليها، ما فيش اي مشاكل. تمام، دلوقتي بنخرمها اهيت وهنحط بقى ايه. الفرن طبعا شغال. طبعا ديت الحشوات هنعمل ايه؟ هنحط طبعا ايه معلقه صلصه كده صغيره خالص اهي. الصلصه بقى ايه ظبطها انت، شوفي انت بقى ايه الحشوات اللي انت بتحبي تحطيها. متنسوش تحطوا اللايك والاشتراك. ماشي يا حبايبي كده اللي داخلين لسه على القناه. طبعا حطينا ايه الصلصه. هنحط طبعا حشوه الفراخ، هنحط المكونات. طبعا طماطم، اللي بيحب الطماطم يكتر، احنا يعني ما بنحبهاش قوي بقى ايه، بس على حسب ما انتوا عايزين. طبعا فلفل جميل اهو، ظبطيها اكرميها. تمام، الزيتون طبعا الزيتون ده مخلي بتشتريه، احنا خلينا لان هو كان عندنا، بس انت بقى بتجيبيه من عند ايه، من السوبر ماركت بيبقى جاهز. ماشي اهو. طبعا الجبن بقى، حط الجبن ماكس بقى، في جبن تبقى جايه على بعضها، رومي على شيدر، ماكس كامل كده. طبعا الفرن شغال وعالي مش واطي. هنحطها على الرف اللي هو فوق اللي فوق الشعله التحتانيه، ما تحطهاش مباشره عشان ما تتحرقش. طبعا هنحطها في الفرن اهو. ماشي، تقعد لها يجي ربع ساعه في الفرن، وهنشوفها بالظبط هتاخد قد ايه وهنقول لكم. طبعا عملنا واحده كمان، وديت هي بس هتاخد ايه كمان لون وش كده. هي دلوقتي بقى لها ربع ساعه في الفرن، ودي هنحطها تحت اهيت اهي. دي طبعا تحت النار العاليه اهيت. ماشي كده الشكل بقى النهائي يا ولاد. ماشي يا حبايبي، ودي النهارده ايه الحلقه بتاعتنا. يا رب تنال ايه رضاكم واعجابكم. طبعا هيبقى جنبها بقى ايه كاتشب. ماشي، وبكده يبقى الحلقه بتاعتنا انتهت النهارده، ويا رب تكون حلقه خفيفه وجميله وتنال رضاكم. ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. يلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا، واللي هنعمل فيها مع بعض الرز البسمتي بطريقه سهله جدا. اول حاجه لازم نعرف المقادير بتاعتنا في الاول. 2 كوب رز بسمتي، 1 بصله، زبيب، حبهان، قرفه، معلقه كاري صغيره، معلقه كركم صغيره، 2 لومي او ليمونه خضراء، ولون الزعفران او هو اللي هو اسمه غروب الشمس، 3 ورقات لورا، 5 حبات قرنفل، معلقتين كبار سمنه او زيت او زبده او على حسب الموجود عندك في البيت، مش هربطك بحاجه معينه. وطبعا هنحتاج شوربه فراخ او لحمه او بط. طيب لو ما فيش شوربه بقى خالص، هقول لك هنعمل ايه واحنا بنحضر. يلا بينا على التحضير.
اول حاجه نحط السمنه على النار، وبعد كده ننزل البصله نشوحها على السريع، ننزل بكل البهارات بتاعتنا لحد ما ريحتها تطلع، ما عدا الزبيب نحطه في الاول او في الاخر، دي حاجه براحتك زي ما تحب. طيب بعد كده ننزل بالرز لما البهارات تتشوح مع البصل والريحه تطلع. نكب بعد كده الشوربه المغليه عليه. طب لو ما عنديش شوربه مغليه زي ما انا قلت لك في الاول، نعمل ايه بدل الشوربه؟ لكل كوبايه رز بسمتي كوبايتين ميه معاهم مكعبين مرقه دجاج يغلوا على النار، وبعد كده ننزل على الرز والبهارات. يبقى كده انا عملت الشوربه. ماشي، تغلي المرقه ونحطها عليها، تظبطي الملح زي ما انت عايزه، ده حسب حريتك بقى، وكده تكون المشكله اتحلت. طب نيجي للتسويه. هنحط طبعا الشوربه بتغلي، نسيب الرز يغلي مع الشوربه 10 دقايق، ونبدا نلاحظ لما الميه تبدا تقل من عليه نهدي النار عليه، وبعد كده نسيبه على نار هاديه لمده ربع ساعه، نشوف بقى الحبايه استوت ولا لسه. طب لو الحبايه بعد كده لسه ما استوتش، اضيف لها كرنيب شوربه او شويه ميه كمان، ونسيبه لحد ما يستوي. وكده نكون خلصنا عمل الرز، ومعاها تنتهي حلقتنا النهارده. استنونا ان شاء الله في حلقات جايه كتير هنتعلم فيها ازاي نعمل وجبه كامله، واستنوا منا كل جديد. ولو لسه ما اشتركتوش لحد دلوقتي يا حبايب قلبي، اشتركوا واعملوا شير للحلقه، واستنوا منا كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم، ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ هنعمل النهارده ان شاء الله محشي ورق عنب وكرنب مشكل على بعض. معانا هنا بصل، ومعانا تقليه جاهزه، ورز وشبت، وطبعا اما اجي احط البهارات والتوابل هنقول ان شاء الله. نحط اول حاجه الزيت. هنحط ايه؟ زيت. عايزه تحطي سمنه حطي، عايزه تحطي ده على ده براحتك. شويه زيت حلوين كده. هنستنى طبعا لما الزيت ايه يقدح. الخضره شبت وكزبره، المفروض يبقى فيه بقدونس بس انا ما جبتش بصراحه، بيتحط الثلاث انواع خضره عليه. طبعا سيبنا الزيت دقيقتين لحد ما قدح، ونحط عليه ايه؟ هننزل بالبصل بكميه البصل ايه المتقطع. ماشي، هنسيبها بس دقيقتين لحد ما تحمر كده. الصلصه دي جاهزه انا كنت عاملاها. طبعا حضرتك انت لو ما عندكش صلصه بقى اعملي اضربي شفشق طماطم عادي في الخلاط وضيفيها على البصل. هنقلب طبعا لحد ما لونه يحمر. في ناس بتحمر البصل، وفي ناس بتصفره يعني، وفي ناس بتحطه ناي. ده على حسب انت عايزه ايه، انت بتحبي ايه. طبعا البصله اصفرت، انا مش هحمرها قوي لان الصيف ما بيحبش البصله تكون متحمره قوي لانها بتبقى حاميه وتسقط. لكن في الشتاء طبعا بنحمر البصل. ده قرن فلفل حراق، لو انت عايز تحطي قرن فلفل مش حراق اللي هو البارد حطي، بس انا بحط لانه بيدي طعم حلو للمحشي. تصفير بس ايه البصل. وهننزل طبعا بالصلصه. طبعا نحط عليها ايه؟ نحط عليها شويه ملح وشويه سكر، وهنسيبها بس 10 دقايق بس على ما تفك من التلج اللي فيها وتغلي كده ايه غلي. هنحط عليها بس شويه ملح، وهنحط عليها شويه سكر. السكر ده عشان الحمر. بعد كده احنا هنشوف الملح بتاعها، كل واحده بقى تملح حسب ايه هي بتحب، عالي وسط زي ما انت عايز. تمام. هنسيبها بس تاخد وتدي مع بعضها كده كده يا حبايبي. التقليه ايه بقت جاهزه اهيت. عملنا ايه؟ جهزنا، حطينا شويه زيت او سمنه زي ما انت عايزه، وحطينا التقليه سواء انت ضربها في الخلاط او انت عاملاها صلصه جاهزه، ده شيء يرجع لك. حطينا ايه؟ حطينا البصله وحطينا فيها قرن فلفل حراق. عايز تحطي بارد حطي، مش عايز تحطي فلفل خالص ما تحطيش. في ناس بتحط توم بس انا ما بحطش توم، ما بفضلش التوم خالص في التقليه. وكده حبيبه قلبي التقليه جاهزه بقى ايه على اللف. وحطينا معلقه ملح ومعلقه ايه ومعلقه سكر. البهارات التانية هنحطها وهقول لك هي ايه وانا بعملها في المحشي. دلوقتي هنعمل الخلطه بتاعت المحشي. ده رز مسلوق نحطيه في مصفى عشان يتصفى، عشان ميبقاش فيه ميه اهو. ماشي. طيب هنحط ايه هنا كمان؟ هنحط التقليه. هنحط ايه كمان؟ هنحط الشبت. ماشي.
كده الاول ونشوفها محتاجه ولا مش محتاجه الحبه اللي انا نقصتهم في الطبق. مش هنحط ايه كمان؟ هنحط التوابل عباره عن ايه؟ فلفل اسمر، بابريكا، كمون، كزبره، 7 بهارات، شطه دي اختياري، اللي عايز يحطها يحطها، اللي مش عايز ما يحطهاش براحته. وهندوق الملح، ان نحتاج ملح هنضيفه. ماشي. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل محشي كرنب زي ما احنا قلنا. طب في الارضيه هنا هنعمل ايه؟ هنحط تقطيع العنب ومعاها ليمون، لان في ورق عنب موجود في المحشي. وايه كمان؟ هنقطع برضو فلفل، نقطع برضو شويه بصل. طيب ده عشان ايه؟ يدي ريحه حلوه للمحشي، وغير كده كمان بيحافظ على الارضيه ما تتحرقش. بس كده. هنحط في الارضيه ريحه ايه؟ 7 بهارات وشويه ملح اللي هو كمون، على بنسميها احنا عندنا دق كده. تمام. ماشي. هنعمل ايه؟ هنقلب بقى بايدينا. اللي عايز يلبس كلافز يلبس، انا طبعا بعمل عندي في البيت عادي يعني. ماشي. هنعمل دلوقتي ايه؟ هنوريكم ازاي بيتحشى. تمام. في ناس ما بتعرفش تحشيه. طيب سلقنا الورق ده ازاي؟ حطينا ميه فيها ليمون وشويه ملح، وهنجيب الورقه على ظهرها مش على وشها. الورقه الكبيره اقسمها 2. انا هوريكم بقى ايه ورقه مش سليمه، لان اللي كان قبل كده كان مقصوص. اهي بصي اهي اهي اهي، وامشي بقى اهي تطلع معاكي ايه ما شاء الله جميله. هعمل لك كمان واحده. الورقه سليمه اهي اهي. ماشي. اهي دي بقى لمي الجناب بقى، وانت طول ما انت ماشيه كده لمي اهي اهي. ميه الفراخ اللي هنسلقها فيها. هنحط دلوقتي ورق لورا وحبهان، هنحط جزر، بصل، هنحط فلفل اخضر، وهنحط طماطمتين صغيرين. دقيقتين بس يغلوا مع بعض كده على النار. هنحط بس شويه ملح بفلفل اسمر على الفراخ. طبعا هنسقط ايه الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل الفراخ. طيب هننزل الفراخ معاها ايه؟ هنحط معاها حاجه يمكن في كتير معرفش بقى بيحطها ولا ما بيحطهاش. هنحط نص ليمونه معصوره. النص ليمونه ده بيحوش الزفاره، ولو الحله دي ألمونيا ما بيخليهاش تزرق، وما بيغيرش طعم الشوربه خالص نهائيا. الفراخ كده دلوقتي هنحطها تتسلق ونشوف هنعمل بعد كده ايه. كده خلصنا المحشي. طبعا تحت ورق عنب وعلى الوش هنا كرنب. هنحط ايه؟ هنحط مكعبين مرق ماجي. لو عندك شوربه بط ما تحطيش الماجي دي، لان دي شوربه فراخ بتبقى خفيفه شويه. حد يقول ايه هي حاطه ليمون عشان في ورق عنب موجود. طيب هنا ايه بقى؟ احنا حطينا هنا فلفل اسمر، وحطينا بهارات، وحطينا ملح. ملحي بقى براحتك يعني، شوفي الملح انت بتحطيه طبعا بتحبيه تملحي بيه. هنعاير بقى الشوربه بتاعت المحشي. طيب في حد هيقول ايه هنعاير ازاي؟ العيار 3 طباسي رز. بالكرنب ده الطبسيه بتعمل 3 كرنبات. ماشي. يبقى هنعمل كام؟ هنحط 9. طب لو الرز بتاعك بيقبل ممكن احط كرنبين كمان زياده. انا حطيت كده 3 او لحد الحز بتاع الحله، يعني يبقى مغطي المحشي. ماشي. لو انت مش هتعرفي تعملي لحد كده ما الحز بتاع الحله اهو، وتمسكيها ايه تهزيها. طبعا معليه مولعه على النار. هنغطي طبعا على المحشي خلاص اهوت. بقى الميه اهيت فوقه، وهنغطي عليه عشان ايه يستوي. نزود كمان كرنبه اهوت اهي. يبقى كده تمام. وبعد كده نرجع عليه. يبقى كده خلصنا من ايه؟ من المحشي. طيب احنا عملنا الفراخ ديت ازاي؟ عملنا غسلناها، حطيناها، نقعناها في دقيق وملح وخل. مره ثانيه ان شاء الله هعمل لكم حلقه على غسيل الظفر.
حطينا خل وحطينا ملح وحطينا جنزبيل وشويه دقيق، ولو عندك ميه رز انقعي فيها، وليمونتين او نص برتقال. بعد كده تسيبيها شويه، بعد كده تغسلي وتشطفيها عادي وتنقعها في ليمون. عملنا الشوربه ازاي؟ حطينا طماطم، حطينا جزر، حطينا فلفل اخضر، حطينا حبهان، ورق لورا، وحطينا بصل. طب البهارات اللي عليها طماطم، حطينا بهارات عليها ايه؟ فلفل اسمر وبهارات لحم، في بهارات فراخ بس انا ما بحبهاش. وهنغطي عليها تكمل سوا. رجعنا تاني يا حبايبي اهوت بعد الفراخ ما استوت. طب هنعرف ازاي ان هي استوت؟ بخله باي حاجه تلاقيها ايه؟ انزلي كده اهي بين العظم اهي. هنعمل فيها ايه؟ هندهنها بصلصه، معلقه صلصه اللي انا ايه كنت شايلاها في الاول من صلصه المحشي، وحاطين الزيت اهوت على النار. نمسكها ايه؟ نحمرها. ماشي، واجيب الهنا بالشفا. ماشي كده خلصنا المحشي والفراخ وكده. دي نهايه الحلقه بتاعتنا، يا رب تنال اعجابكم وتنال رضاكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده حلقه جديده ان شاء الله من مطبخ اميره حسن. النهارده هنعمل كيكه اللي هي العاديه خالص، كيكه الشاي. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. 3 كوبايات او 3 طباس. انا مشتغله بالطبسيه دي، كوبايه او طبسيه اي حاجه انت عايزاها. يبقى 3 دقيق، 2 سكر، باكوين كيك شيف، 2 فانيليا، ذره ملح، ريح البرتقال، واحده لبن، واحده سمنه على زيت، 8 بيضات بلدي. لو البيض اللي هو بيض الدكاكين خلوهم 6 لانه بيبقى كبير عندها. يلا هنحط البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط السكر وهنحط الزيت وهنحط اللبن وهنضرب ضرب جامد كله في الخلاط. هننزل النص التاني، احنا حطينا الاول شويه علشان ما يبقاش تقيل. تمام. بعد كده هنضرب تاني برضو. هننزل بقى السمنه بالزيت. عايز تحطي زبده حطي، عايز تحطي زيت صافي حطي، ده حسب راحتك انتي. ايه اللي انتي بتحبيه اعملي. كل ما نحط حاجه نضربها ايه؟ نضربها كده ثانيه. هننزل بكيس ايه؟ فانيليا، وهننزل بشويه لبن اهو. اللبن ده على حسب احنا هنحط الطبسيه، بس هي هتعوز تاني لما نيجي بقى نشتغل هنزود، يعني لقيناها عايزه هنحط لها، ماشي عايزه خلاص سهل. هنحط بس ايه؟ نقطه ريح البرتقال تخلي الكيكه حلوه وجميله. هننزل الخليط بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما اتضرب كويس على اللبن. هنحط ايه هنا؟ هنحط الباكوين الكيك شيف. اللي عايز تحط بيكنج باودر براحتك، انا هحط كيك شيف لان بيبقى حلو في الكيك. وعليهم ذره الملح، ذره يعني لا حاجه لا تذكر كده. وكمان كيس ايه؟ فانيليا برضو علشان زفرة البيض. احنا كده حطينا كل المقادير، لسه حاجه واحده، معلقه الخل لسه ايه ما حطيناهاش، معلقه واحده بس. طبعا في لبن هنا اضافي، لو احنا احتاجنا للكيكه هنضيف لها لبن. ماشي. دلوقتي خلصناها اهيت. هتعرفها ازاي تكون نازله حلوه كده. ماشي اهي، ما تبقاش تقيله قوي برضو، لو تقيله قوي ما تبقاش حلوه. سمنه ورشها بشويه دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الكيكه. تمام. طبعا الفرن شغلته، هولع من تحت وبيولع من فوق برضو، بس طبعا ما تولعيش من فوق لان لو ولعت من فوق الكيكه بتاعتك هتستوي بسرعه وهتيجي تبصي تلاقيها قلبها طري. ماشي. حاولي ان انت تسيبها الاول لما تستوى من تحت، ولو لقيتيها عايزه مثلا دقيقتين تحت الشوايه. الكيكه اهم حاجه تكون عقله صابع اهي. ماشي، عقله صابع تبقى كده حلو.
طب الصواني كل واحده لو انت مثلا عايز تعمل صينيه صغيره اعمل نص المقدار ده، اقسميه على الصينيه صغيره. دي صينيه مش كبيره قوي، معقوله يعني، تخش في الفرن بتاع البوتاجاز. لو انت عندك اي فرن بقى بتعايريه انت بقى بتبقى عارفه نظام. طبعا هنحطها وبعد ما تطلع ان شاء الله هوريها لكم. كده يا حبايبي هنختبرها، هنشوفها كده. ايوه، لو لقينا الخشب او الخله ما فيش فيها اي حاجه تبقى الحمد لله كده ايه مستويه وحلوه. ودي كانت الحلقه بتاعه الكيكه النهارده، يا رب تكون سهله وبسيطه وتكون كده على قد الايد وخفيفه. ما تنسوش بقى ان كانت عجبتكم الحلقه النهارده لايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس.